السلام عليكم. نحضر معكم عجينة سكر. غنحتاجو 200 غرام ديال الشوكولاط ابيض لا مارك ديال كالا. غادي نزيدو معاها 2 معالق كبار ديال الجليكوز. غادي ندير الشوكولاط الابيض يذوب في الاول، ومن بعد منين يبدا يذوب غادي نضيف عليه هاد الجليكوز. كيف ما كتلاحظوا مع التحريك نبقاو نحركو مزيان، واخا يبان لكم بلا الشوكولاط بحال خسر، بحال طلق الحليب، بحال الزيت، المهم ما تخافوش منه، غير مع التحريك صافي. نزلتهم على البوطه وبقيت كنحرك نحرك نحرك حتى كيندمجوا مع بعضياتهم مزيان، ما كيبقاش الزيت ولا الحليب، يعني كيولي شوكولاط كريمي بحال هذا الشكل. صافي غادي ندير هنايا سكر كلاصي يكون منخول مغربل، يكون سكر كلاصي سبيسيال عيني ميزاني. غنبقى ندير بسباتول بشويه بشويه بيد ما برد شويه، لحقاش سخون يقدر يحرق لكم يديكم. صافي هنا غادي نحيد سباتول وغادي نكمل بيدي نفركو مزيان، ندلكو مزيان حتى يندمج مع بعضياته ويولي رطب. وما تخافوش منه واخا كيكون رطب في الاول، يعني ملي كيبرد كيجمع راسو كيولي قاصح. صافي غادي نخدمو شويه هنايا، غير شويه ماشي بزاف. غادي نكمل بهذه الطريقه ومع اضافه سكر كلاصي مره مره الا شفتو غادي يلتصق ليكم. غير حاجه وحده، العجينه ما تقصحوهاش، يعني تكون رطبه كيف ما كتلاحظوا. صافي هنايا غادي نمسح طاوله العمل. غادي نقسم العجينه على 3 ديال القطع. بامكانكم تقسموها على اي لون بغيتو، اي نكهه. هنا ضفت اللون ديال البيستاج مع النكهه ديال البيستاج بهذه الطريقه، يعني دغيا دغيا كيتلون. الجزء الثاني غادي نلونو بالصفر، غادي نضيف النكهه ديال الحامض. غادي ندلكها حتى هي مزيان حتى يندمج اللون. والجزء الثالث غادي نخليه بيض اختياري، بامكانكم تضيفوا اللون اللي بغيتو. صافي بهذه الطريقه يكون عجين السكر واجد. هنايا وريتكم واحد شانتيو، هنايا درت الطبع ديال الحلوى ديال التمر بسهوله. لما عندكم شي حاجه كديروها بهذه الطريقه، وهذا هو الشكل النهائي. شكلوه كيف ما بغيتو، الشكل اللي عندكم ديال الصابلي ديروا له الشكل ديالو اللي يجي معاه. ونتمنى تجربوه ويعجبكم. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.